لان الزمالك الله يكون في عون، قسما بالله الله يكون في عون لعيبه الزمالك والجهاز الفني واللي شغالين جوه نادي الزمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم نص الملعب. الأهلي بالعلامة الكاملة يتصدر الدوري المصري برصيد 12 نقطة. ليه بقى الأهلي متصدر الدوري؟ عشان في استقرار، في هدوء، مفيش مشاكل، مفيش حد عامل صداع للجهاز الفني، مفيش رئيس نادي بيمثل ضغوط، في ظل ان الزمالك بيتعثر قدام المصري. لان الزمالك الله يكون في عون، قسما بالله الله يكون في عون لعيبه الزمالك والجهاز الفني واللي شغالين جوه نادي الزمالك. في كميه مشاكل جوه نادي الزمالك تخلي اي حد ما يلعبش كوره. ضغط من رئيس النادي، ضغط من الناس اللي موجوده في الجهاز الفني، اللعيبه مشتته، وده اللي احنا مش حابينه في بدايه موسم. قسما بالله يا جدعان الواحد في قمه حزنه. يعني انا اللي بيحط مواعيد متوشه الدوري المصري اثناء بطوله كاس العالم، يعني انت لو قاصد توقع الكره المصريه مش هتعمل كده. يعني ايه النهارده ماتش الاهلي يبقى ماتش جامد كده وانا مش عارف اتفرج عليه؟ هتقول لي ما هو جيف، لا انا لسه خارج من حدث مستمتع بيه، اجواء واضاءه وجمهور، حاجه عظمه في كاس العالم، واقلب القناه الاقي تصوير بشكل تاني. لا انا خلاص خرجت من كاس العالم وخلص كاس العالم، انا عارف ان انا راجع للدوري المصري، لكن انت تاخدني من الاجواء العالميه دي تحطني في الاجواء دي مش حلو. انا مش طبعا في فرق شاسع في الاضاءه، وفي فرق شاسع في التصوير، وفي فرق. النهارده الفار بيعطل في ماتش النادي الاهلي، انتوا متخيلين؟ وحتى الكره اللي اتحسبت لطلائع الجيش اتحسبت عن طريق الفار، عن طريق صوره. حاجه يعني لا مش لذيذه خالص. لازم نظبط مواعيدنا يا جماعه. نتخيل بقى ان الدوري المصري ده في لعيب زي عبد الرحمن خالد جبنه بيجيب جون من نص الملعب. الهدف ده يا جماعه لو نرجع له تاني من افضل هدف في الدوري الموسم ده، من نص الملعب حرفيا. بس شوف بقى التصوير بتاع الهدف اللي ما عجبنيش، شوف المذيع وهو مش عارف مين اللي جاب الجون، فدي حاجه يعني ضيع لذة الهدف. لا احنا عايزين نبقى جايبين تصوير كويس بيصور هدف زي ده بطريقه كويسه عشان نصدره للعالم ان احنا عندنا لعيبه كويسين. ومن اللقطات اللي مش لذيذه النهارده ان في كلب دخل الملعب. يعني ده دخل ازاي؟ عدى ازاي؟ شيء يعني يجنن قسما بالله يا جماعه. الواحد ده يا عم ودينا على كاس العالم، الله يكرمك. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام. يلا.